السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله احنا هنتكلم عن حاجه اسمها الاولويه في التصميم او البريوريتي. انا همسح الاتنين دول، انا عايز اركز على الحته بس اللي انا هشرح فيها. هنا ال H1 ده واخد كلاس واخد ID وهعلي عليه في حته كمان. هنا الكلاس هروح اقول له ان الكالر بتاعه هيكون ريد، ماشي، ده الكلاس. الاي دي الكالر بتاعه جرين، ماشي، هنقبلها. هروح اقول له بقى كمان H1، هتارجته ك H1 وهقول له ان الكالر بتاعك وليكن براون مثلا، براون، وهدوس سيف. زي ما انتم شايفين ما اتطبقتش. هنا هنتكلم عن الاولويه. في حاجه كمان احنا كده تارجتناها عن طريق ان هو element، تارجتناها عن طريق ان هو كلاس، تارجتناها عن طريق ان هو ID. حاجه كمان ممكن نعملها ان احنا نكتب الستايل في الاليمنت نفسه بالشكل ده، الستايل، وهنشوف مين اللي هيكسب دلوقتي. يعني خلونا نجيب الموضوع من فوق، ماشي، خلونا نجيبه كلعبه. اول حاجه يعني خلونا الاول ولا كلر ولا تايتل، هنشيل الاثنين. هو H1 تارجتناه كاليمنت، ماشي، تارجتناه كاليمنت، كسب عادي مفيهوش مشكله. طيب هضيف بس الكلاس بتاع الاليمنت ده ايه؟ كلر. فهقول له دوت كلر وهديله هنا الكلر، وخلونا نشوف مين اللي هيكسب، الاليمنت ولا الكلاس. طيب يبقى كده الكلر، خلينا نقول ريد، نشوف مين اللي هيكسب. سيف، يبقى الكلاس كسب الاليمنت، يبقى كده البريوريتي بتاعته او الاولويه بتاعته اعلى. فهو لما بيلاقي اليمنت تارجتناه كاليمنت او ككلاس بيختار الكلاس، ياخد القيمه اللي في الكلاس. طب ندخل بقى الكلاس كسب، ندخله بقى في منافسه مع الاي دي، نشوف مين اللي هيكسب فيهم. ايه الاي دي بتاعه؟ تايتل. يلا هنا التايتل، هقول له ان الكالر بتاع التايتل وليكن ماشي بلو، ازرق، وندوس سيف. كده الاي دي كسب الكلاس. يبقى احنا كده عرفنا البريوريتي لحد دلوقتي. الاقل ان انت تارجت الاليمنت، الاعلى شويه ان انت تارجت الكلاس، الاعلى شويه ان انت تستخدم الاي دي. طيب هروح بقى اضيف ستايل في الاليمنت نفسه، هنشوف مين اللي هيكسب دلوقتي. احنا معانا الفائز لحد دلوقتي الاي دي، نشوف مين البريوريتي اعلى بتاعته. لو كتبت هنا ستايل كولر وليكن خلينا ناخد اي لون من الالوان اللي هتظهر، بلو سكاي مثلا، سكاي بلو ولا بلو سكاي، ايه بلو سكاي دي اكيد مكان بتاع ميه، مش سكاي بلو بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هنا ان انت تختار الاليمنت بنفسه كسب. طيب عندنا كمان حاجه، بس خلونا اضيف هنا مثلا بي، هقول مثلا هضيف اي تكست ونضيف H3 وهضيف فيه اي تكست I am H3. عندنا حاجه كمان ممكن نتارجت بيها الاليمنت، لكن هي مش بنتارجت بيها الاليمنت، احنا بنتارجت بيها الاليمنتس، بنتارجت بيها كل اللي موجودين في الصفحه. اسمها علامه النجمه. اللي هي علامه النجمه، علامه النجمه دي معناها اختار لي كل الاليمنتس اللي موجودين. يعني هي حتى في لغات البرمجه غالبا بيكون معناها all، ان انت اختار لي كله. وهدخلها برضو في منافسه مع الستايل ده، هنشوف هي هتكسب ولا لا. وفي نفس الوقت ادينا اتعلمناها عشان نعرف ان احنا ممكن كل الاليمنتس اعمل لهم حاجه مثلا معينه او حاجه مشتركه، كل الاليمنتس اللي عندي. طيب هقول له ان كلهم اديلهم كلر وليكن جرين مثلا، ونشوف. هنا هنتاكد ان احنا سيبنا هنا برضو زي ما انتم شايفين هو ادى للاتنين جرين، لكن برضو هنا الستايل نفسه كسبها. بس هي حتى مش هي من اقلهم، هي دي اقل واحده، يعني دي اقل واحده. خلينا احطهم لكم بالترتيب. ان انت تختار ده بنسميه يونيفرسال سيلكتور عالمي، بيختار كل حاجه. ده اقل واحد. بعد كده الاليمنت اعلى منه، ان انت تارجت بالاليمنت. بعد كده ان انت تارجت بالكلاس. بعد كده ان انت تارجت بالاي دي. واقوى حاجه ان انت تارجت ان انت تارجت ان انت تكتب الستايل في الاليمنت نفسه. ده كان البايوريتي. يا رب ان هو يكون واضح ويكون مفهوم، ويكون مفهوم الليفل بتاعهم ومفهوم. لان انت احيانا هتلاقي ان انت كتبت كود في حاجه تلاقيه ده طبق كود عن التاني، تبقى فاهم الفكره بتاعتها. فده كان الفيديو، يا رب ان هو ان شاء الله يكون واضح وسهل. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله.